اقل عدد الايام اللي غادي يبدا يستافد منه بنادم وغادي يولي يشد 600 درهم هو اللي عنده ما بين 1320 يوم و 1704. هذا اللي عنده هاد الايام ما بين هذا الرقم هذا غادي يولي يشد 600 درهم، واللي عنده 1705 وحتى 2088 غادي يولي يشد 700 درهم، واللي عنده ما بين 2089 و 2472 غادي يولي يشد 800 درهم، واللي عنده ما بين 2473 و 2856 غادي يولي يشد 900 درهم، واللي عنده ما بين 2856 و 3240 غادي يشد 1000 درهم. اما اللي فايت 3240 راه هذوك راه معروفين، راه كاين القانون ديالهم وكاين سميتو التقاعد ديالهم شحال هادي وكيشدوه. اذا قد ما مشيتي دير التامين الاختياري سواء عندك 900 1000 1200 يعني قل من 1320 سير دير التكميل الاختياري باش على الاقل توصل 1320 وتشد 600 درهم. عندك الفلوس باش تكمل مثلا مزيان باش توصل 700 درهم هكذا. يعني قد ما درتي التامين الاختياري ورفعتي عدد الايام اللي عندك راه قد ما غادي تولي تستافد من واحد المبلغ. اذا كانت هذه واحد النقطه اللي هي مهمه اللي خص الناس ينتبهوا ليها، خصوصا اللي عنده 1320 قل يمشيو دابا حاليا يديروا التامين الاختياري باش يلحقوا باش على الاقل ما يتحرمش من ديك 600 درهم اللي هي اقل مبلغ. وقد ما كملتي كيف ما قلنا راه مزيان. عافاكم هذا الفيديو راه كنحس به مهم جدا، حيت راه كاينين في التعليق الناس اللي كيقول لك اودي عندي 1300 عندي 1299 واش غادي نستافد. بارطاجيوه مع الناس باش توصل المعلومه باش الناس يمشيو يكملوا باش غدا ولا بعد غدا الا كانوا الناس كيستافدوا وكيشدوا التقاعد ما يبقاش بلاش. اذا كانت هذه هي المشاركه ديالي معكم اليوم، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.